سلام، كيفكم جميعا؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين. هالمرة راح نسوي معمول التمر، مو أي معمول، معمول العيد. هالمرة معمولنا راح يكون على قسمين. أول شي راح نبدأ بتحضير الحشوة. لتحضير الحشوة عندي هنا تقريبا ربع كيلو تمر مفصص، راح أضيف عليه ملعقة زبدة وشوي من بهارات المعمول. راح نعجنهم سوا إلى أن يتجانسون ويصير عندي قوام لين وطري. نكور عجينة التمر إلى حبات صغيرة مناسبة للحشو، ونصفها بصينية ونتركها على جنب. وننتقل للجزء الثاني من الوصفة، راح نحضر فيها عجينة المعمول. أول شي راح أبدأ ب100 جرام زبدة بحرارة الغرفة، وراح أضيف عليها ملعقة سكر بودرة، ونخلطهم إلى أن يذوب السكر ويصير الشكل كريمي. بهالمرحلة راح نضيف القشطة، وعندي كمان جبن مربعات أيضا بحرارة الغرفة. نخلطهم سوا إلى نحصل قوام كريمي، تصير قوامها هش وكريمي كأنها كريمة فعلا. أضيف ملعقة صغيرة بيكنج باودر ونص ملعقة صغيرة من بهارات المعمول. ممكن نستغني عنها، ولكن إضافتها تعطي ريحة ونكهة مميزة للمعمول. آخر شي راح أضيف الدقيق المنخول بالتدريج إلى نحصل على قوام لين ومتماسك، قوام ما يشبه الرمل، ولكن لما نمسكه باليد ونعجنه يطلع متماسك وما يلزق باليد. للتشكيل راح أستخدم هذه القوالب، تجي قطعات ب6 أشكال، سهلة التركيب وتعطي شكل مضبوط. أما طريقة التشكيل مثل ما هي واضحة بالفيديو، ناخذ كمية من العجين نفردها وندخل جواتها الحشوة، نغلفها زين ونكورها ونشكلها بقالب التشكيل ونصفها بالصينية. ممكن نتحكم بحجم الحشوة ونخلي نكهتها طاغية، أو نخليها العكس ويكون طعم البسكوت أوضح. بعد ما نشكل كل الكمية اللي عندنا، ونرتب جميع الحواف أو أي عيوب فيها، ونحفظها بالثلاجة لمدة ربع ساعة قبل الخبز. نخبزها لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 180 إلى أن تأخذ لون ذهبي. ممكن نحمرها من فوق إلى أن نوصل درجة التحمير المناسبة. كذا صار شكلها بعد التسوية. نخليها تبرد تماما، ثم نرش عليها سكر بودرة ونخليها سادة حسب الرغبة. بعد ما تبرد نحفظها بعلبة محكمة الإغلاق، نتهنى فيها إلى آخر حبة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الوصفة مضبوطة وحلاها موزون، والبسكوت جدا طري وترف. إذا جربتوها حبيتوها اكتبوا لي راكم صندوق الوصف. وعلينا وعليكم بألف عافية. أشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.